السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. اليوم ماشي بحال الأيام. اليوم كاين الوجاع، كاين الدمعة، كاين قلب مكسور. قصة شاب خرج من دارهم، يمكن كان فرحان، يمكن كان مزروب، يمكن حتى ما قالش مع السلامة لوالديه وما رجعش. نهار 13 في الشهر، طريق الدائري ديال تطوان شاهد واحد الحادثة اللي عمرها غادي تنساها. الشاب راكب فوق موطورو، قلبو عامر أحلام، ورا السوق يمكن فيه بزاف ديال الحوايج، ولكن الموت كان قريب بزاف. قدام محطة الزمير فقد السيطرة، تزلق وتعثر. أو القدر كان مكتوب. الكار ديال النقل جا مور الموتور، ما قدرش يحبس، ما قدرش يبدل الطريق، وما قدرش ينقذه. الدراجة تكسرت والشاب تهرس في بلاصتو. مات قبل ما توصل الإسعاف، قبل ما يجي شي حد يواسيه. مات وسط الزنقة قدام عيون الناس تجمعوا بحال اي حديث، ولكن ماشي بحال اي مشهد. واحد سيد قال سمعت صوت شي حاجه خبطات، مشيت كنجري لقيته ممدود ساكت ما كيتحركش، راسو كان مفرق، ما بقى فيه والو. الصمت كان كيقتل، والخوف والرعب حتى الغضب من الطريق، من القدر، من التهور، من كل شيء. الشرطه وصلت، بدات في الاجراءات، كيشوفوا كيسولوا كيصوروا، ولكن واش هادشي غادي يرجع الروح؟ العائله مازال ما عرفاش. الام ربما كتحضر الفطور كتسناه، والاب يمكن في خدمته واللي كيدعي مع ولادو في السر، وما عارفش ان الحياه وقفت لولدهم. رجال الوقايه المدنيه داروا اللازم، خداو الجثه مشاو بها لمستودع الاموات، والطريق بقات ساكته، وما كان فيه ريحه الموت والحزن والخذلان. هادشي كامل، ولكن اللقطه اللي هزت المغاربه كانت صورة ديال الشرطي جالس حدا الطريق ساكت، وجهه بيض والدموع في عينه. الشرطي من فرقة الدراجين اللي كيعيش الحوادث يوميا، ولكن المرة هذه كسراتو. شاف منظر ما قدرش عليه، شاف شاب في مقتبل العمر، دمه في كل بلاصة، وراسو تحت العجلات الكار. الشرطي بقى بلا حيلة، بلا كلام، بلا نفس. بكى قدام الناس، قدام كاميرات، بكى على هاد الدنيا، بكى على هاد الظلم، بكى على الطريقة اللي مات بها هاد الشاب. الصور تبرطاجات والتعاليق كترات. الشرطي راه انسان ماشي حجر، راه كيحس بحالنا، بكى علينا كاملين ماشي غير عليه. واحد كتب ماشي غير موتور اللي تحطم، حتى قلوبنا تكسروا معاه. واخر قال في هاد البلاد حتى الموت ما بقاتش فيه احترام. وفين السلامة، فين التوعية، فين رد البال؟ علاش حياتنا ولا رخيصة؟ علاش الطريق رجعات مقبرة؟ كل نهار كاين شهيد جديد، كل يوم جنازة، وكل واحد فينا كيقول انا ماشي، انا غادي نوصل. ولكن الحقيقة اللي مات ماشي بعيد علينا، اللي تهرس في هذا النهار راه كان ممكن يكون خوك وولد خالك ولا حتى انت. الطريق ماشي لعبة، والموتور ماشي وسيلة باش تبان. السرعة والتهور والتصوير وستوري كلها كيحمقونا وكيقربونا الموت. الله يهدي الشباب، الله يصبر الوالدين، الله يرحم هذا الشاب ويرزق اهله الصبر، وحنا نرجعوا لعقولنا قبل ما يفوت الفوت.